جاءت الشريعة الإسلامية بأن الزوجة تستأذن الزوج عندما تخرج، عندما تفعل، بل حتى في العبادة، في غير الفريضة في الصيام لابد أن تستأذن زوجها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البعض يتضايق من هذا الأمر، ليش يعني الزوج شرطي عليها ولا يعني ماذا يفعل؟ نقول هذا الأمر جاء لمصلحة الزوجة قبل أن يأتي لمصلحة الزوج. هذا الأمر جاء ليغلق باب الشيطان على عقل الرجل بحيث ما يخليه يفكر ها وين راحت وين جت، لا يا أبو فلان أنا رايح المكان الفلاني، أنا رايح كذا، فيذهب ما في صدره. ولذلك الاستئذان في حقيقته ليس لصالح الرجل وحده، وإنما الأصل فيه أنه لصالح المرأة. ولذلك على المرأة أنه حتى لو كان مثلا في العبادة في الصيام النافلة ليست في الفريضة لها أن تستأذن زوجها، وهذا من السنة كي يحمي هذا الزواج.